أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة بقى عندنا شرح لحاجة مهمة قوي في الألماني وكلنا بنحتاجها. إزاي تقول يا ريت أو لو كان معايا كذا. هو ده موضوعنا، الكونجنكتيف إتس فاي. ده بقى هو المفتاح السري اللي هيخلينا نتكلم عن أحلامنا وأمنياتنا بالألماني. يلا نبدأ. مش ساعات كده الواحد بيبقى عايز يقول ياه لو كان عندي وقت، أو يا ريت الجو كان أحسن من كده بالألماني ومش بيعرف. كلنا مرينا بالموقف ده. لو بس كان معايا فلوس، أو يا ريتني في أجازة دلوقتي. كل الجمل دي اللي بتعبر عن أماني هنعرف النهاردة نقولها إزاي بالألماني بكل سهولة. طيب، ايه هو بقى الكونجنكتيف 2 ده؟ هو مش مجرد قاعدة جرامر رخمة وخلاص، لا لا. تخيلوا معايا ان المفتاح بتاع عالم الخيال، العالم اللي بنتكلم فيه عن كل الحاجات اللي بنتمناها، الحاجات اللي مش حقيقية بس بنحلم بيها، عالم تاني خالص. بصوا كده على المقارنة دي عشان الموضوع يوضح. اللغة الألمانية ممكن نقول إن فيها عالمين. العالم الواقعي اللي هو الانديكاتيف، وده اللي بنتكلم بيه عن الحقائق والحاجات اللي بتحصل فعلا. والعالم التاني هو عالم الأحلام اللي بنستخدم فيه الكونيونكتيف تسفاي، وده بقى بتاع التخيلات والأمنيات، الحاجات اللي ممكن تكون. يعني ببساطة واحد للواقع والتاني للخيال. طيب إزاي ندخل عالم الخيال ده؟ محتاجين 3 مفاتيح أساسية، أو ممكن نقول 3 أفعال أبطال. الأفعال دي شكلها بيتغير تماماً لما تدخل عالم الخيال ده. بصوا معايا، إيش بن بتبقى إيش wäre، وإيش habe بتبقى إيش hätte، وإيش werde بتبقى إيش würde. التلاتة دول هم أساس القاعدة كلها. لو حفظناهم وفهمناهم كويس يبقى احنا كده قطعنا أكتر من نص الطريق. ركزوا فيهم قوي. يلا بينا نبدأ بأول مفتاح معانا، فعل الكينونة، زاين. تعالوا نشوف رحلته بتبقى عاملة ازاي. في المصدر هو زين، معناه يكون. طيب في الماضي البسيط البريتيريتوم بيبقى إشفار. عشان بقى نحوله لصيغة الخيال بنعمل حركة بسيطة قوي. شايفين حرف الآ ده؟ بنحط عليه نقطتين اللي هما الأوم لاوت، ففار تتحول وتبقى ايه؟ تبقى فيري. بسيطة خالص صح؟ ودلوقتي ده تصريف فيرا مع كل الضمائر. خدوا بالكم من حاجة مهمة، تصريف إخ هو بالظبط تصريف زي اس، الاتنين فيرا. دي بتسهل الحفظ قوي. ممكن دلوقتي نوقف ثانية ونقولهم مع بعض بصوت عالي عشان المعلومة تثبت. إخ فيرا، دو فيرست، فيرا، وهكذا. جربوا تكملوا الباقي. شوفوا بقى المثال ده عشان نفهم أكتر. Wenn das Wetter besser wäre, würden wir ein Picknick machen. هنا إحنا مش بنتكلم عن الواقع، إحنا بنتمنى. بنقول لو بس الجو كان أحسن. شايفين فيرا هنا عاملة إزاي؟ هي دي اللي بتقول إن ده مجرد حلم أو أمنية مش حقيقة. لو الأمنية دي اتحققت كنا خرجنا في نزهة. فهمنا الفكرة؟ خلصنا أول مفتاح، ندخل على التاني على طول. فعل الملكية haben. ده بقى اللي بنستخدمه لما نتمنى حاجات مش معانا، زي الوقت أو الفلوس. والجميل في الموضوع إنها نفس الحكاية بالظبط. الفعل في المصدر هابن، في الماضي البسيط بيبقى إيش حتى. نعمل إيه عشان نحوله لعالم الأحلام؟ بالظبط كده، بنحط أوملاوت على حرف الآ، فهته تبقى هته. شايفين السهولة؟ نفس النمط بيتكرر. وده تصريف هاته مع كل الضماير. وبرضه لاحظوا نفس الحاجة، إيش وإير زي وإس بياخدوا نفس التصريف هاته. الموضوع بجد سهل ومنتظم جدا، مفيش فيه لخبطة. أكتر جملة بنقولها في حياتنا كلنا، لو بس كان عندي وقت. أهو ده المثال عليها بالألماني. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich besuchen. يعني لو كان عندي وقت كنت زرتك. كلمة hätte هنا هي اللي حولت الجملة من حقيقة لأمنية. واضحة كده؟ ودلوقتي وصلنا لأهم لاعب في الفريق كله، الجوكر بتاعنا فيردي. ليه بقى بنقول عليه جوكر؟ لأن الكلمة دي هتريحنا من حفظ أشكال كتير قوي. بنستخدمها مع أي فعل تقريبا عشان نحوله لصيغة الخيال. طب هي جاية منين أصلا؟ جاية من فعل فيردن، وبنفس الطريقة اللي اتعودنا عليها خلاص. الماضي البسيط بتاعه فورد، نحط أملاوت على الأو تتحول على طول لفيرد. اللعبة بقت سهلة أهي. ده بقى جدول تصريف فيردا، وده لازم يتحفظ صم، لأن زي ما اتفقنا ده الجوكر بتاعنا، وهنستخدمه تقريبا في معظم الجمل اللي فيها تمني أو تخيل. ركزوا فيه كويس. طيب إزاي بنستخدم الجوكر ده في الجملة؟ المعادلة بتاعته سهلة جدا. بنجيب فيردا ونصرفها عادي مع الفاعل، والفعل الأصلي اللي عايزين نقوله بنرميه في آخر الجملة خالص في المصدر بتاعه اللي هو الانفينيتيف. يعني مثلا لو عايزين نقول كنت هقرأ هنقول ich würde وفي آخر الجملة نحط lesen. كنت هسافر يبقى ich würde وفي آخر الجملة reisen. مفيش أسهل من كده. تمام قوي. دلوقتي احنا معانا كل المكونات، فيرا، هيتا، وفيردا. جه الوقت بقى إننا نطبخ بيهم جملة كاملة. جملة شرطية بتبدأ بفين اللي معناها لو. بصوا على الوصفة دي. أولاً نبدأ بكلمة فين. تانياً نحط الشرط بتاعنا اللي هو الحلم أو التخيل، زي فين إش رايش فيرا، يعني لو كنت غني.
ثالثاً نحط النتيجة، يعني إيه اللي كان هيحصل لو الشرط ده اتحقق، زي Ich würde einen Urlaub machen، يعني كنت هطلع أجازة. بسيطة صح؟ تعالوا نطبق الوصفة دي على المثال الكامل ده. Wenn ich reich wäre, würde ich einen Urlaub auf den Malediven machen. الجزء الأول wenn ich reich wäre ده هو الشرط الخيالي بتاعنا، حلم الثراء. الجزء الثاني würde ich einen Urlaub دي النتيجة اللي هتحصل في الحلم ده، يعني لو كنت غني كنت هروح أجازة في المالديف. يا سلام، ربطنا الشرط بالنتيجة وكونا جملة خيالية كاملة. دلوقتي بقى سؤال ليكم كلكم. فكروا كده. Was würdest du machen, wenn du frei hättest؟ يعني لو عندكم يوم أجازة هتعملوا فيه إيه؟ في اللي ممكن يقول Ich würde schlafen، وده حقه طبعا. وفي اللي ممكن يقول Ich würde reisen. شاركوني كده بإجاباتكم في الكومنتات، خلونا نشوف أحلامكم إيه. وفي الآخر حابب أختم بالجملة دي اللي بتلخص كل اللي قلناه. أمنية بسيطة كلنا بنحس بيها. Ich wäre jetzt gerne im Urlaub in Italien. يا ريتني كنت في أجازة في إيطاليا دلوقتي. شايفين الإحساس؟ هو ده بالظبط الكونيوكتيف تسواي. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة. يا رب يكون الموضوع بقى أبسط وأوضح دلوقتي. لو حسيتوا إن الشرح كان مفيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الشروحات الجديدة. أشوفكم المرة الجاية. سلام.